طبعا الفترة اللي فاتت كان فيها إنجازات كبيرة في مجال التشريع. في قوانين كتيرة جدا، آخرها النهاردة كان هو القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. أعتقد كمان القانون الخاص بالتأمين الصحي اللي صدر من حوالي أسبوعين كان إنجاز كبير لصالح الوطن ولصالح المواطن. ابتدينا في 2017 فعلا نواجه المشاكل بحلول وقوانين فعلا لصالح الوطن ولصالح المواطن. قانون التأمين الصحي انتظرناه لسنين طويلة، مطلب كبير توافق عليه، تم الموافقة عليه من حوالي أسبوعين نهائيا، وأصبح الآن قيد تفعيل. النهارده خلصنا قانون حقوق أصحاب الإعاقات، وده طبعا من الحاجات الهائلة اللي برضه انتظرناها كتير. فإحنا سنة 2017 ابتدينا نعالج حاجات تمس المواطن المصري.